أنا وجارتي قررنا نعمل ذنب من الكبائر، واللي حصل بعدها لا كان على البال ولا على الخاطر. الساعة 6 الصبح وأنا قايمة في عز نومي بحضر الفطار للولاد واللانش بوكس وهدومهم والكتب بتاعتهم كمان. ده غير جوزي اللي بيصحى من النوم مش طايق حد وبيزعق وبينكد علينا من غير أي سبب، لمجرد بس إنه صحي وشافنا وسمع الولاد وهم بيضحكوا وبيجروا ورا بعض. أظن إن دي كده حياة ستات كتير ونمط حياة طبيعي لكتير من الناس، لكن اللي مش طبيعي إن كتير من الرجالة فاكرين إن ده كله ما بيأثرش على الست وبيطفيها وبيهد حيلها بدري بدري. وأنا هنا ما أقصدش خالص تربية الولاد ولا مسؤوليتهم ورعايتهم، لكن أقصد الكلمة الحلوة، الكلمة اللي ممكن أسمعها من جوزي بعد يوم مليان تعب ومجهود في البيت، النظرة الحنينة الهادية اللي ممكن تطمني وتخليني أبقى راضية وعندي طاقة أتحمل المسؤولية لحد حتى ما الولاد يوصلوا لبر الأمان. لكن حتى الحاجات البسيطة دي ما كنتش بلاقيها. فديني أهو واقفة في المطبخ من بدري بحضر لهم الفطار وعقلي في مليون حاجة برتبها، وده كله بعد ما نمت متأخر امبارح بسبب التنظيف وراهم بعد ما بهدلوا الشقة وناموا بسلام. سمعت صوت جوزي بيزعق وبيقول لي: ما تردي يا هانم ولا خلاص اتطرستي؟ البيت بقى عامل زي المورستان، ولا بقيت عارفة اتخمد عشان اروح شغلي، ولا بقيت طايقة اشوف وشكم. ده كان كلامه واحنا لسه على الصبح وهو لسه بينادي عليا أول نديها، وانا واقفة وتايهة وبصارع النوم من كتر التعب والمجهود اللي بيتكرر كل يوم ومفيش حتى أجازة ينفع أخدها. اتنهدت بخنقة وقلت له: ما سمعتش، معلش، عايز ايه؟ صرخ في وشي وقال لي بعصبية ملهاش أي مبرر: فين الشرابات بتاعتي؟ هو أنا هفضل كل يوم أدور عليها وكل ما أعوز حاجة أفضل ألف عليها 100 مرة؟ ما هو انت لو ست نظيفة ومهتمة ببيتك ما كانش ده بقى الحال. ما تشوف الستات حواليك عاملين ازاي، دي عيشة بقت تقرف. ما اتصدمتش رغم غيظي وعصبيتي، أصل كل يوم من ده. سبت اللي في ايدي بعصبية ورحت اوضة النوم عشان الاقي الشرابات هي مكانها ما اتحركتش، وقلت له بغيظ وانا بدهم له: انت مش طفل صغير عشان كل يوم اعرفك مكان كل حاجة. كل هدومك مرتبة في الدولاب ومكوية كمان، والباقي على المنشر، كل حاجة في مكانها وبسهولة انك تلاقيها. انت اللي انسان لا تطاق، عايز تصحى تزعق وخلاص، بتطلع هم شغلك علينا احنا ليه؟ حرام عليك يا اخي. زقني بعصبية وخرجني من الأوضة، واتخبطت خبطة جامدة جدا في دراعي. ده مشهد متكرر بيحصل يوميا بس على الفطار. راجل غضبان على طول بيطلع قرف شغل علينا أنا وولادي، ولما اتكلم فالمفروض عشان أبقى زوجة صالحة في نظره وفي نظر الناس أستحمل الإهانة والضغط العصبي ولا أنطق. واللي وجعني بجد إن ولادي متأثرين نفسيا جدا باللي بيحصل. وجت ساعات الهدوء اللي بستناها بفارغ الصبر بعد ما الكل مشي وفضلت في البيت لوحدي. والهدوء ده عبارة عن إني بفضل طول النهار من شغل البيت للمشاوير برا، بجيب اللي ناقص في البيت لكن من غير زن ولا زعيق ولا دوشة. ولما رجعت لميت الغسيل وطبقته، ووانا برتبه في الدولاب لاحظت إن تليفوني جات له رسالة، ولما فتحتها لقيت سكرينات كلها كلام سافل ما بين واحدة ست واضح إنها من إياهم وبين جوزي، وحاجات بشعة كتير عنه. وتخيلوا برضو أنا ما كنتش مصدومة، أصل دي مش أول مرة يعني، بس انهارت من العياط زي كل مرة. انهارت وأنا بسأل نفسي أنا مقصرة في إيه عشان يعمل فيا كده ويبص برا. اتصلت بأمي اشتكي لها وألومها وقلت لها وأنا منهارة: شفتي يا ماما؟ شفتي اللي قلتي عليها ينصلح حاله بعد الجواز؟ شفتي ابن صاحبتك اللي فضلتي تقنعيني بيه وإنه متريش وهيعيشني في هنا؟ شفتي بقى الهنا اللي بنتك بقت عايشة فيه؟ ردت أمي وقالت بمنتهى الهدوء وكأن حالتي ودموعي أرخص شيء عندها. ردت وقالت لي: كل الرجالة كده يا حبيبتي، استحملي زي ما كل الستات مستحملة وعايشة. اعترضت وقلت لها بغضب: لا يا ماما، مش كل الرجالة كده. بابا الله يرحمه ما كانش كده أبدا، ولا عمره جرحك ولا عمره عرف ست عليكي وخانك. ردت أمي بتريقة وقالت: أبوك الله يرحمه كان معيشنا في الفقر طول عمره، وفوق أنا عملت بإيه يعني؟ ما هو محدش بياخد كل حاجة يا عبيطة، وكفاية علينا فقر بقى. للمرة المليون اتخزق منها، وهو نفس الرد ما بيتغيرش.
قفلت التليفون، والخنقة اللي كانت جوايا ربنا وحده اللي عالم بيها. ما كانش فيه غير جارتي اللي اتعرفت عليها من كام شهر، وبسرعة الحمد لله بقينا أصحاب. أصلها حالها من حالي، ويمكن هي حالها أصعب. حماتها قاعدة معاها في نفس الشقة ومطلعة عينيها، وقبل ما أفكر أتصل بيها تجيلي تقعد معايا شوية، لقيتها هي اللي بترن جرس الباب. لما فتحت دخلت وهي منهارة من العياط، وكانت بتقولي وهي بتصرخ: خلاص مش قادرة استحمل، أنا هخلص على نفسي وأخلص من العذاب ده كله. لا أهل ولا جوز ولا حتى ولاد حد فيهم بصعب عليه. كل ما أغضب وأروح بيت أهلي يرجعوني بالغصب، مش بيستحملوني أنا وولادي، وما بيصدقوا إن أمشي. ببقى جاية لهم مضروبة ومنهارة، ومحدش فيهم بيدافع عني ولا بيطبطب عليا. ولو قعدت أسبوع، أبويا وأمي مش بيبطلوا زعيق وضرب في ولادي، لدرجة إن ولادي ما بقوش راضيين يروحوا عندهم. طب أروح لمين يا رب يجيب لي حقي؟ ده أنا سلفتي جوزها ما بيخليش مخلوق يتجرأ يبص لها، وبيخاف عليها من الهوا الطاير. اشمعنى أنا جوزي مبهدلني كده هو وأمه؟ مش قادرة أصبرها وأنا في قمة ضعفي وحزني ده. دموعي كانت الإجابة الوحيدة، وفي لحظة ضعف قررت أنا كمان أعمل زيها وأخلص من حياتي. بس ما قلتلهاش، خليت ده جوايا. فضلت أطبطب عليها وأسمع كلامها عن جوزها اللي اتخانق معاها وضربها هو وأمه، كل ده بسبب معلقة سكر زيادة في الشاي. شيء ما يستوعبوش عقل إنه يكون سبب منطقي. حاولت والله هديها وأرجعها عن قرارها، وفي الحقيقة كنت بحاول أقول لنفسي أنا الكلام ده. الحمد لله جارتي بدأت تهدى شوية وتتراجع عن الفكرة، وأنا كمان استغفرت ربنا كتير بعد ما مشيت وأنا بعيط، وخفت من نفسي وعلى نفسي. قد إيه الإنسان فعلا ضعيف وقت الحزن، خصوصا لما أقرب الناس ليه بيغزلوه وبيقهروه. أنا بتحمل اختيار أمي الغلط، أمي اللي اختارته وأجبرتني عليه. بتبقى عارفة إني مقهورة منه ومن عمايله، ولا بتتهز ولا بأصعب عليها. وبالليل لما رجع جوزي، بدأت وصلت خناقة تانية بسبب الرسائل اللي اتبعتت لي. وهنا لقيته بيقول لي: دي مراتي وهتيجي تعيش هنا كمان، الشقة واسعة وتكفينا كلنا. ورغم إني كنت بقدر أمسك أعصابي كتير، لكن لقيتني منهارة وبصرخ في وشه وبقول له: أنت بتقول إيه؟ ليه؟ هو أنت فاكرني هسمح لك تعمل كده فيا؟ دي شقتي وشقة ولادي، ولو عايز تتجوز يا حبيبي روح وخد لها شقة تانية بعيد عننا. وكأنه ما صدق إني اتكلمت وبهدلني إهانة وضرب، لدرجة إني رجعت أفكر في نفس الفكرة تاني. هخلص على نفسي وارتاح بقى من الهم ده كله. جريت وقفلت باب أوضة الضيوف عليا وجريت على البلكونة. بصيت للطريق وللشوارع وأنا ببكي وتايهة. صوت جوايا بيصرخ وبيقاوم وبيقول: لو فاكرة إنك كده هترتاحي تبقي غبية. انت كده بتخسري كل شيء، بتخسري دنيا وآخرة. في حلول كتير، ارجعي. كل ما تقدم خطوة أرجع التانية. وفضلت كده نص ساعة مترددة، وقبل ما الضعف يتملك مني وخلاص أخد الخطوة، سمعت صوت ولاد جارتي بيصرخوا بقوة، بيصرخوا صريخ رعبني فعلا. خلاني فضلت أنادي عليهم من البلكونة اللي جنبي عشان أعرف في إيه. لقيت البنت الصغيرة طالعة تصرخ وبتقولي: الحقي الحقي ماما يا طنط، ماما بلعت أقراص برشام كتير قوي، وكانت بتعيط بعد ما بابا زعق لها وخرج، ووقعت على الأرض ومش بترد خالص. جريت وخرجت من شقتي لشقتها، طلبت الإسعاف وحاولت أفوقها، لكن للأسف كانت خلاص في آخر لحظاتها. بصيت لي جامد وكانت عايزة تقول حاجة، لكن في لحظة كل حاجة انتهت وسكتت تماما. كان واضح إنها بلعت الأقراص من فترة واتسابت كده لحد ما فات الأوان. وحماتها قاعدة في الصالون بكل جحود ولا اتحركت. وقبل ما نوصل المستشفى كان كل شيء انتهى، وجارتي ماتت. بكيت واتقهرت عليها، ودعيت ربنا يرحمها ويغفر لها فعلتها، لأنها كانت غلبانة وقليلة الحيلة، قاعدة في عزاها تايهة. أنا كمان كنت على بعد دقيقة واحدة إن أعمل كده. بصيت لولاد جارتي المقهورين عليها، بصيت ليتمهم وضعفهم، وتخيلت ولادي مكانهم وقلبي قد نار. وبصيت لأهلها اللي فعلا واضح ندمهم وقهرتهم على بنتهم، بس للأسف خذلوها 1000 مرة. وبعدها عدت الأيام على الكل عادي إلا على ولادها. مبقاش حد مهتم بيهم وبيرعاهم. اتبهدلوا يا حبايبي. كنت أنا برعاهم على قد ما بقدر وظروفي بتسمح، لكن مهما عملت مستحيل أقدر أعوضهم عن أمهم.
أمهم اللي أنا متأكدة إن لو كان بإيديها ترجع كانت رجعت وندمت على اللي عملته في حق نفسها وفي حق ولادها اللي أبوهم اتجوز وجاب لهم ست زلتهم. هي ما كسبتش، ما ارتاحتش، وخسرت كل شيء. واللي حصل ده خلاني أتعلم أقصى وأهم درس في حياتي، إن ربنا لما بيحرم فعل بيحرمه لأن الفعل ده مستحيل يكون فيه خير للإنسان. جارتي وأي إنسان عمل كده وأنهى أمره بإيده كان لسه ليه أيام حلوة هيعيشها، وفرج محتاج شوية صبر ودعاء، وجنة محتاجة مننا شوية قرب من ربنا وإيمان، وابتلاءه كان هيعدي وهيمر، زي ما الفرح مش بيدوم والحزن مش بيدوم والصعب برضه عمره ما بيدوم. دول محطات ولابد هنعدي عليهم، وزي ما في عسر بعده يسر، والأكيد إن في 100 حل تاني. واللي بيوجعني إن كنت بشوفها في أحلامي كتير بتعيط ندمانة ومقهورة أكتر ما كانت مقهورة وهي عايشة، ندمانة على اللي عملته وحذرتني. وأول قرار خدته إني طلبت الطلاق من جوزي، وده مش عشان عايز يتجوز عليا، عشان أنجب نفسي من إنسان مؤذي ونرجسي كان هيوصلني للي جارتي وصلت ليه للأسف. هتطلق لأنه إنسان غير أمين على تربية ولاده، وهو كل شيء غلط وقبيح وحرام بيعمله. هشتغل وهسعى وهربي ولادي، أنا معايا مؤهل كويس، وبإذن الله أنا هلاقي شغل. كفاية إني لسه عايشة، وطالما لسه بتنفس يبقى لسه في أمل. ودلوقتي أنا بنصح وبحذر كل إنسان ممكن يسمعني، اوعى تفتكر إنك لما تعمل كده هتلاقي الراحة. ده انت هربت من شدة ودخلت برجلك للجحيم اللي هتندم عليه في وقت خلاص فات فيه الندم. الحياة عمرها ما كانت سهلة مع حد، واوعوا يغركم المظاهر. وقبل ما تفكر تاخد الخطوة دي اعرف إن كان في فرق كبير قوي مستنيك بعد الصبر، وانت خسرت كل شيء. واعرف إنك لو سعيت وتوكلت على الله أكيد ربنا هيرضيك، والفرج هيجيلك لحد عندك.